يسعدنا في حضرة رموز رابطة الأدب الإسلامي بالقاهرة. نتشرف بوجودهم معنا في واحة الإبداع في مركز الحرية الإبداع هذه الليلة في لقاء يأتي لكي نحتفل بنصر أكتوبر معانقا ثورة 25 يناير. واليوم يتجلى الله عز وجل علينا بأن يؤكد نصرنا بحضور رموز يسعد الإسكندرية أن تلتقي به وأن يجتمعوا في الإسكندرية. اسمحوا لنا أن نقدم التحية والشكر إلى أعضاء رابطة الأدب الإسلامي العالمية الذين يشرفني أنا على العموم ويشرف الإسكندرية وجود الأستاذ الدكتور سعد أبو الرضا نائب رئيس الرابطة مع هذه الليلة. أيضا الأستاذ الدكتور زهران جبر من مجلس إدارة الرابطة والشاعر المعروف. الأساتذة الشعراء الكبار المهندس وحيد الدهشان، اسم نعرفه جيدا وتعاملنا معه كثيرا. وأيضا العالم الجليل الشاعر المعروف محمد فايد عثمان، وأخي وصديق الشاعر المعروف محمود شحات. والتحية والتقدير إلى الأستاذ محي الدين صالح أمين عام الرابطة بالقاهرة. وأشكركم جميعا وأشكر شعراء الإسكندرية. وأنا أود كما تعودنا أن يزيد عدد السادة الحضور من الشعراء ومن أدباء الإسكندرية هذه الليلة، لأننا بالفعل بصدد انتصار نحتفل فيه هو أن استحققنا جميعا هذه الكوكبة التي يؤمها الأستاذ الدكتور سعد أبو الرضا. الدكتور سعد في البداية أقدم التحية والتقدير وأقدم باسم الإسكندرية مدى وعمق الاعتراف بالجهد الطيب إلى أعضاء رابطة الأدب الإسلامي العالمية والانتشار المحمود لهم في كل الأماكن. ولعل السمة الغالبة على هؤلاء الأعضاء في كل مكان هي السماحة والطيبة وحسن المعاملة. هكذا تأكدنا من هذا في كل الأماكن، ولذا كان الطلب أو المطلب من أبناء الإسكندرية أن يقام مؤتمر الرابطة القادم في الإسكندرية بالتعاون مع مركز الإسكندرية للإبداع بالتنسيق بيننا. لماذا لا يعقد مؤتمر كبير إسلامي حول الأدب الإسلامي في الإسكندرية وتنتقل الرابطة أعضاء وأبناء ومشجعين من كل البلاد العربية ومن القاهرة إلى الإسكندرية لكي نحتفل بهذا العرس. ولعل هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في الأدب الإسلامي بالإسكندرية خارج الجامعة. أنا ما أدعو إليه كواحد وممثل مركز الإسكندرية للإبداع. أرجو أن يتم التنسيق والتخطيط لهذا بشيء من الحب وبشيء من تسهيل العوائق والصعوبات، إذا كانت مادية إذا كانت زمنية، فكلنا في قالب واحد ولا نبتغي غير وجه الله سبحانه وتعالى من أجل رفعة الأدب والثقافة وانتشار الثقافة الإسلامية السابقة من الأدبية الرابطة.
الدباجة انتهت وكانت بتوصية أننا ننتظر الاستمرارية. رأي مجلس إدارة الرابطة في القاهرة قرر إعقاد هذا المؤتمر بالاستمرارية هذا العام أم العام القادم أم بعد القادم، الله أعلم. والآن اسمحوا لنا في البداية وقبل أن نلتقي بمحطات الشعر العربي في ألوانه المتباينة، اسمحوا لنا أن نقدم العالم الجديد الذي يشرفني أن أجد بجواره وتلميذا ومقدما مقبولا بهذا التقديم حقيقة أستاذنا جميعا الأستاذ الدكتور سعد أبو رضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. في هذا اللقاء الطيب المبارك يسعدني أن أشكر الأخ الكريم الأستاذ حسين الحسيني وحضرات الحضور، وأحيي هذه الروح الكريمة الطيبة التي تعودناها من مبدعي الإسكندرية ومحبي الأدب الإسلامي. وأحب أن أذكر أنه عقد أن سأعطي فكرة مجلة عن رابطة الأدب الإسلامي، أين نشأت، كيف تكونت، وبعض أهدافها. انشأت 1984 وكان مقرها الهند، عندما كان رئيسها المرحوم الشيخ الحسن النجمي، إلى أن توفي الشيخ الحسن النجمي وتولى رئاستها بعده الأستاذ الدكتور عبد القدوس أبو صالح. ومن أهم مبادئ قانون الرابطة أن مقرها يكون هو مقر رئيس الرابطة. عندما كان رئيسها الشيخ أبو الحسن النجمي في الهند، في لجنة الهند، كان مقرها في الهند. عندما تولى رئاستها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد القدوس أبو صالح وهو في الرياض سعودي، أصبح مقرها في الرياض. كما أشير أنه في بداية نشأة الرابطة رفض هنا مؤتمر في جامعة الإسكندرية بين الرابطة وبين جامعة الإسكندرية، وكان هذا المؤتمر من المؤتمرات التي بشرت بالفكرة في مصر. من أهم أهداف رابطة الأدب الإسلامي تشجيع وإحياء الأدب الذي ترتبط فيه التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة. الرابطة تشجع هذا الأدب الجميل المبكر الذي يحافظ على اللغة العربية. طبعا منطلق هذا الأدب هو التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة، ويهتم بتربية الشباب، ويهتم بتقديم كل ما هو جميل ومعبد، ويسخر في خلق الكلمة شعرا وشفرة ومسرحية ومقالة. الرابطة لها 15 مكتبا في أرجاء العالم العربي والإسلامي، من بينها مكتب القاهرة. الرابطة لها عدة مجلات
المجلة الرئيسية هي مجلة الأدب الإسلامي التي تصدر كل 3 أشهر من الرياض التي ترون من حضراتكم، وعدة مكاتب تصدر مطويات خاصة. في تركيا يصدر عدد من تركيا، في الهند يصدر عدد اسمه الرائد يصدر باللغة العربية في الهند. يصدر في باكستان أيضا عدد آخر باللغة الكردية. يصدر في اليمن أيضا عدد آخر باللغة العربية. عدة مجلات تصدر تتضمن أن مناهج الأدب الإسلامي سواء كانت قديمة أو حديثة. مكتب الرابطة في الرياض أيضا يهتم بإصدار الإبداعات التي تنطلق من التصور الإسلامي للإسلام والكون والحياة. أصدرت كثير من الدواوين، كثير من المجموعات القصصية، وكان أثرها مسرحيات علي أحمد بن الرابطة أيضا تقيم مؤتمرات عالمية. كان أثرها مؤتمر في القاهرة عن علي أحمد بن وتم طباعة كل مسرحيات تقريبا. الرابطة تعقد مؤتمر الهيئة العامة الذي يضم كل أعضاء كل 3 سنوات في بلد عربي أو إسلامي لمناقشة أهم القضايا التي تتعلق بالأدب الإسلامي. الرابطة من أهم مبادئها البعد عن التعصب، البعد عن التحزبات السياسية، ولذلك فهي تكرس همها وجودها لنشر الفكرة الإسلامية التي تصار في الكلمة الجميلة المعبرة عن الإنسان والكون والحياة. تحصل مؤتمرات متعددة. المغرب على سبيل المثال تعقد مؤتمرا كل 3 سنوات. كان آخر هذه المؤتمرات مؤتمر تحت عنوان منهج القصة الإسلامية، وقبلها كان عن المسرح الإسلامي، وهكذا. وتتعدد طبعا الأماكن التي تعقد فيها هذه المؤتمرات. الرابطة أيضا تعيش على تبرعات المخلصين من المسلمين، وتنشر أي عمل أدبي إسلامي. عضوية الرابطة تتم عن طريق ترشيح أي مكتب من المكاتب 15 للشخص بالنتاج الأدبي، ثم ترسل هذه التزكية إلى المكتب الرياض لمناقشة والإدارة. لدينا هناك عضوية عاملة، هذه لأصحاب الإنتاج الأدبي. هناك العضوية المناصرة لمحبي هذه الرابطة. أؤكد مرة أخرى على أن الرابطة تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية، طبعا وقبل ذلك الحفاظ على الإسلام ومبادئه، وتشجيع الكلمة الطيبة العاطرة. الرابطة بعيدة عن التعصب تماما. الرابطة تهدف إلى تربية الشباب بالكلمة الطيبة العاطرة.
ولعل هذه الفكرة الموجزة تكون قد أوضحت نشأة الرابطة شيئا من نظامها وكيفية العضوية فيها ومؤتمراتها ولقاءاتها ومناسباتها. من هذه اللقاءات ما تعقده الرابطة في مكتبها القادم. في يوم الاثنين الماضي هذا يعني يوم الخميس يعني الأربعاء والثلاثاء منذ 3 أيام كان لقاؤنا حول شائعة ثورة 25 يناير 2011. والتقينا حول هذا الموضوع. لماذا؟ لقد قرأنا في مجلة إخبار الأمس كاتبا، وهذه طبعا من الخبر، يرى أن شعر الثورة لا يشبهها، بينما يرى غيره أن شعر الثورة كان أهم المصادر التي رصدتها وتحدثت عنها ووضحت فكرتها. من بين شعرائنا وهم ما شاء الله يعني يتمتعون بموهبة متميزة ومقدرة فنية متميزة وتناولات حديثة، وحاولت أنا أن أكتب عن بعض ملامح شعر الثورة. واعتمدت على مجلة الشعر في عددها الأخير وملحق في الأهرام منذ 3 أسابيع، واخترت بعض النماذج. ويبدو أن هذا اللقاء كشف عن مقدرة كثير من شعراء رابطة الأدب الإسلامي في القاهرة، الأستاذ الدكتور برنامج، الأستاذ محمود، الأستاذ محمد فايد، الأستاذ محمود، المهندس وحيد الباشا. من أبناء السنبلات أيضا من له اتصال برابطة الأدب الإسلامي منذ مدة طويلة، أحمد فاضل شبيب. فكان إحدى قصائده بين الشعر. وشاعر آخر من شعراء رابطة الإسلام والأدب الإسلامي هو الشاعر أيمن صادق. وضمنت إليهما قصيدة الشاعر أحمد كامل والقصيدة المشهورة التي احتلت نصف صفحة في الأهرام في كويتا، وأنفقت بها على عدد نموذج للأستاذ، أولا للأستاذ الدكتور برنامج، والأستاذ محمد فايد، والأستاذ وحيد الباشا.
لكن تنظري مفردات أصبحت تشكل كثير من توجهات شعب الثورة. يعني مثلا ثورة 25 من يناير ومجال التحرير، هذه المفردات وجدتها على تباين بينها في عددها في الخصائص التي أشرت إليها. ولذلك فقد أصبحت هذه المفردات تمثل مركزية لغوية في كثير من الخصائص التي أخرجتها ثورة 25 من يناير، ويرتبط بها عن طريق التشكيل كثير من الصور الفنية التي تنطلق منها مجسدة حركة شعب ترفع إلى الحرية والعدالة والديمقراطية بعد أن حرم من هذه القيم الإنسانية المشروعة أجيالا عدة. هذه المفردات في الوقت نفسه تتضمن بعدين وجوديين هما الزمان والمكان، وهما يتغيران في كثير من الصور المشار إليها ليضاعفها الإحساس المتلقي بذوق الشعب في مصر لهذه القيم الإنسانية المشروعة. وإذا كانت حيوية الشباب وقوته قد تناهت مع الثورة ومتغيراته حتى أصبح شيئا واحدا، لكن الفريد حقا أن تصبح الثورة ثورة الشعب كله، شيبا وشبابا وأطفالا ورجالا ونساء، وأن يتبنى الجيش ثورة شعب عندما يصبح الشعر شعر الشعب كله ينتسب للماضي وحاضره ومستقبله، أمجادا وتاريخا وبطولات وآمالا، وتأتي الصياغات والأبنية اللغوية الصور الشعرية كاشفة عن كل ذلك باستخدامها كثيرا من التقنيات الفنية التي تنتمي إلى السيناريو والمونتاج السينمائي أو الدراما أو البلاغة العربية. ولقد أصبح للصورة اليوم أثر أي أثر لتشكيل الفنون في مقدمة الشاهد، أعني الصورة المرتبطة بالمشاهدة البصرية، السينما والتلفاز وما يكون مقامهما وتأثيراتها في بناء الشاهد جلية واضحة يهتم بها الأطفال في معالجاتهم للشاهد وقراءاتهم له. توظيف السيناريو السينمائي. فهو أحمد فضل شبيب في قصيدته في 25 وقف البحر على قدميه، وقف فيها السيناريو السينمائي الذي يتداخل فيه الشكل المتوازي مع الشكل المتفاصل، كما تتداخل اللقطات الخارجية واللقطات الداخلية بإثراء الدلالة. ويبدأ قصيدته بمقطع يتألف من 9 أسطر شعرية، كل سطر يمثل لقطة لكنها تتتابع مشكلة بداية السيناريو. يقول: ها هو بحر يجري نحو يفتح أحضانا ويقبل صخرا، يكتب أشعارا يزرع أوطانا، يسكب أنهارا ويسابق شبانا نحو الميدان. وهو كده يعتمد الفعل المضارع مصورا البحر يجري نحوه، يفتح أحضانا له، مقبلا صخره، كاتبا أشعارا، زارعا وطنا، ساكبا أنهارا، مسابقا شبانا نحو الميدان. وهو بذلك يلخص حركة الملايين في ميدان التحليل وإليه، وما تموت به من آمال وطموحات وتوق للحرية والعدالة والديمقراطية والبناء وغير ذلك من المشاعر الإنسانية التي تتعدى إلى الطاقة. وهي صور تتتابع في شريط سينمائي يبدأ به قصيدته وينهيها به في بناء دائري، وتصاعد خلاله حركة الملايين في ميدان التحرير
تلك الملايين التي عبر عنها بالبحر رمزا وقناعا. وبين البداية والنهاية تتجلى حركة الجماهير داعية للتغيير، كما ينتقل من ضمير الغياب إلى ضمير المتكلم، معلنا على لسان هذه الجماهير امتلاكها لتاريخها ومستقبلها، مقارنة بين ماضيها وهي تتذكر ضياعها، لكن روح الثورة الكامنة فيها تنتفض في الحاضر رافعة رايات الحرية والثورة والتنوير في ميدان التحرير. كما يؤخذ بعض التقنيات الأخرى كاللقطة المنخفضة، وهو يصور ميدان التحرير وما يموت به من مشاعر، حيث يقول كانت يدا ثورية يتوسطها زمن، في أسفلها تمثال شهيد، في يسراها شارع طلعت صرف، في أعلاها القصر العيني، في يمناها النهر الخالد، وهناك على أملال الموج البشري تنبض صور بالأبيض والأسود بجمال وسعد وأحمد لعرابي وصلاح الدين وجماهير المسلمين، صور تتجسد في الميدان تعلن أمن الشعب، أمن التاريخ والمستقبل. وهكذا تسمى هذه اللقطة السينمائية المنخفضة في تجسيد مشاعر الثائرين وماضيهم وحاضرهم وما يموج به من متغيرات، بالإضافة إلى الإناص بالمستقبل، وذلك بفضل فعل هذه الصورة البصرية التي كثفت الزمان والمكان ومتغيراتهما، فتآزر فيها صور لأبطال مصريين في الماضي والحاضر، أحمد عرابي وسعد زغلول وجمال عبد الناصر وغيرهم، وقد دعمت صور هؤلاء الأبطال لا يموج به ميدان التحرير من مشاعر الجماهير المليونية. ويستمر الشاعر في تشخيص البعض عندما يصور تغير موقفه، فإذا كان في الماضي مشغولا بأمور أخرى كالمغازلة أو مصادقة الأموال في ميدان في المدن الأوروبية أو الجلوس في المقهى وغير ذلك، وهي صور قد تكون غير متناسقة مع الجو العام للنص، لكن الشاعر لجأ إليها كي يثبت أن روح الثورة كانت تكمن في داخله وتسامى وتتعالى إلى أن انتفض في 25 عملاقا يرفع رايات الحرية والعدالة والديمقراطية ويغير الحياة.